بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في فيديو بسيط كده عن الازمة الكبيرة اللي هتواجه نادي الزمالك الفترة اللي جاية، وهي فتوح. ليه بقول ازمة كبيرة وهتواجه نادي الزمالك الفترة اللي جاية اللي هي فتوح؟ لان الكلام اللي جاي والكلام من مصادر موثوق منها ان فتوح للاسف الشديد، وانا بقول للاسف الشديد انه بيلعب على كل الاحبال، بيلعب على حبل الاحتراف الخارجي، وبيلعب على حبل النادي الاهلي، وبيلعب على حبل ان في مجلس اداره جديد جاي لنادي الزمالك، والراجل عاوز ياخد اكبر استفاده ممكنه. فتوح لحد دلوقتي ما جددش عقده مع الزمالك، وطالب طلبات غريبه جدا 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 ممكن اي حد لا يتخيلها اللاعب، وده حقه طبعا، ولكن حق غير مشروع بالمره. طالب 60 مليون منح التعاقد. يعني ايه منح التعاقد؟ يعني 60 مليون دول بره العقد عشان يبقى على بلاطه كده. يعني انت لو رحت جبت فتوح من بره هتدفع لي $1.5 يعملوا لك 60 مليون. انا عاوز 60 مليون جنيه، دول 60 مليون جنيه الى جانب عقد لا يقل عن 30 مليون في السنه، يعني 3 سنين ب 90 مليون مع 60 مليون، يعني حوالي 150 مليون جنيه مصري عشان فتوح يلعب في الزمالك 3 سنين ويرضى عننا ويلعب في الزمالك 3 سنين. فتوح اللي اول ما ظهر كان كل جماهير نادي الزمالك، كل جماهير نادي الزمالك ما بتحبوش وعاوز يطلع اعاره، وطلع الاعاره لسموحه قبل كده كذا مره، وكنا بنقول عليه شوربه، وكنا بنقول عليه كلام ما يتقالش، لحد ما اثبت نفسه بعد كده وبقى فتوح. دلوقتي بيملي شروطنا علينا وعاوز 150 مليون. يا اما بص هروح النادي الاهلي، بص هحترف. قرار ليكو، احنا كجماهير نادي الزمالك قرار ليكو. مرتضى منصور خلاص مشى، عاوزينه ولا ما انتوش عاوزينه، بنحبه ولا بنكرهه، احنا خلاص كجمهور نادي الزمالك زهقنا من كل لعيب يبوس التيشيرت ويعمل قلبي وروحي وعقلي للزمالك، وبعدين في الاخر مع اول مشكله ومع اول مصلحه ليه يقول لك مصلحتي ومصلحه ولادي، وملعون ابو الزمالك على اللي في الزمالك، على اي حد. على كده احنا نعمل تمثال لشيكابالا، نعمل تمثال لزيزو، نعمل تمثال لعبد الشافي. انا زهقت. حتى عبد الشافي لما رجع من السعوديه قال لك انا هلعب بس في الزمالك، واللي انتوا عاوزينه وادي على بياض، والزمالك هو اللي عملني. لكن اللعيبه دلوقتي ما بقاش في ثقه في اي لعيب، خلاص انا زهقت ادعم اي لعيب على الكلام اللي بيحصل. كان المفروض جدد من شهر ونص، عمال يماطل. لنا الله. انتوا قرار ليكوا عشان انا زهقت خلاص، قرار ليكوا. السلام عليكم.